إصدار شهادة 23% بالبنوك وموعد مراجعة صندوق النقد الدولي الأفضل من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. قبل ما نتعرف على شهادة 23% اللي تم اصدارها، تعالوا نشوف اهم قرارات النهاردة، وهي ان وزير المالية محمد معيط كشف عن موعد مراجعة صندوق النقد الدولي، حيث انه تم اقرار موعد مراجعة صندوق النقد الدولي وصرحوا أنه سوف يتم الإعلان عنه قريبا. كما أصدرت وكالة موديز تخفيض تصنيف البنك الأهلي المصري وأيضا بنك مصر وبنك القاهرة وأيضا البنك التجاري الدولي إلى تصنيف CAA1 بدلا من B3. كما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من B3 إلى B2. طبعا كل التصنيفات دي بتأثر تأثير كبير على مجريات الأحداث في السوق المصرفي، وأولهم أسعار الفايدة وأسعار الشهادات، وأيضا إعلان البنك المركزي عن معدل التضخم الأساسي وتباطؤ المعدل ليصل ل 39.7%. كل الكلام ده هعرفهولك بالتفصيل في الفيديو الجاي، بس تعالوا الأول نشوف تفاصيل شهادة 23%، لأن معظم العملاء بيسألونا عن أعلى فايدة موجودة في السوق المصرفي وأعلى من شهادة 19% وال 22% الموجودة حاليا. عشان كده هنطرح النهاردة شهادة بفايدة 23% ويمكن ربطها بحد أدنى 1000 جنيه، وبيصرف العائد شهريا طول فترة الشهادة، وبيمكنك الحصول على بطاقة ائتمان والسحب على المكشوف حتى 90% من قيمة الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور أو أكتر من تاريخ إصدارها، وبيتم احتساب عائد الشهادة بدءا من اليوم التالي لشراء الشهادة، والعائد هنا بيكون 23% ثابت أول عام، أما تاني عام وتالت عام فهو بيعتبر عائد متغير على حسب نسبة الفايدة اللي بيطرحها البنك المركزي في كل اجتماع له، وهي بتعتبر أعلى فايدة وهي أعلى من شهادة 19% وال 22%. وفي انتظار شهادات تانية كتير هنكون أول الناس اللي هتصدرها لكم على القناة. كل اللي عليك انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.